كل الاكل اللي انت بتحبه. ربنا يخليك يا ماما. شوف عملت لك لوبيا وعملت لك رز وعملت لك كبد وقوانص على اجنحه وعملت لك بانيه وكل اللي انت بتحبه، شيبس وجبت لك حاجه كل اللي انت بتحبه. ربنا يخليك. يلا عشان ناكل، مد ايدك عشان ناكل. عملت لك يا حبيبتي الرز بشعريه اللي انت بتحبيه، وجبت لك مخلل، عارفه ان انت بتحب المخلل. شكرا يا ماما، ربنا يخليك لي. العفو يا حبيبتي. يلا اما ناكل. كل يا حبيبتي. الاكل جميل قوي. كل يوم كل ده عملت لك كل نفسك في النهار. عارفه انت بتحب الاكل ده كله. كل طبعا ده جميل. خد يا حبيبتي كل دول كل ده كل ده انت لوحدك كده كتير قوي. كل يا ولد اشبع. كنت بدور النص كل حاجه. كل يا حبيبتي. انا جعانه قوي يا ماما. كل يوم. لا استني بتعملي ايه؟ استني انا هغرفك عشان بدك ما توجعكش يا حبيبتي. خدي يا روحي. ليه يا ماما؟ خدي يا حبيبتي. انا عارفه انت بتحبي الاكل ده. لا يا ماما مش بحب المخلل، انت عارفه. كلي يا حبيبتي. خدي يا روحي كلي يا روحي. لا يا ماما خلاص انا مش عايزه اكل. كلي يا حبيبتي. كلي خدي رجل الفرخه دي. لا خليه. خدي يا حبيبتي رجل الفرخه. انا عارفه انت بتحبي. كلي يا ماما. سلام. خدي. عايزاك تملي بطنك. ماشي. نسيت اديكي بانيه. خدي يا حبيبتي. خدي دي. ولا اقول لك لا خدي دي. خدي عشان ما تبقاش بس عشان بطنك. انا خايفه على بطنك هتوجعك كتر الاكل. كلي يا حبيبتي. كلي. خدي يا حبيبتي. انا جبت لك ساقعه عشان انت الجو حار وعايزاك تشرب. بص دي صغيره عليك. لا خدي. بص عايزاك تملى بطنك. الجو حار لازم تاكل كده وتشرب كده. بص عايزاك تشربها كلها. مش نساكي يا حبيبتي. هديكي دلوقتي. هديكي يا حبيبتي بس اخوك يشرب وهديكي. ماشي يا ماما. اشرب يا حبيبتي. قول لها خلصت. والله شرب. خلص يابا. كل يا حبيبتي. عارفه انت بتحبي الحاجه الساقعه عشان كده جبت لك حاجه ساقعه. خدي يا حبيبتي. خدي يا حبيبتي. اشربها كلها. اشربي يا حبيبتي. خلصيها. عايزاكي تخلصيها كلها. يما انا مدياك الشويه دول بس عشان صدرك. بتعمل حرقان على الصدر وانا خايفه عليكي. سلام. انا مستخسره فيكي. كلي يا حبيبتي. كلي. خلصت الاكل بتاعك ولا احط لك مخلل كمان؟ لا يا ماما الحمد لله. لا عندك ليمون وزيتون وعندك شطه وعندك كل حاجه. كلي يا حبيبتي. كلي. بس عمري ما فرقت بينك وبين اخوك. دايما بصي بدكوا زي بعض في كل حاجه. انا عندي بنت زي الولد مش كمالة عدد. لا كله زي بعض. كله بما يرضي الله. طبعا يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا بس كان هادف اللي هو بوصل رساله ان في اكتر البيوت بتميز الولد عن البنت. عشان كده بيحصل ما بين الولاد تفرقه، يعني بيكرهوا بعض. فاهمين ازاي؟ لما الاخت تشوف اخوها مميز عنها تلاقي الاخت بتحقد على اخوها بس بيبقى غصب عنها. اللي هو ما هي دي ماما برضه ليه بتميز ما بيننا وما بين بعض. فاهمين؟ فيا ريت يا جماعه ان احنا يعني ما نفرقش ما بين الولد والبنت وان كله زي بعض. ولد زي بنت مفيش حد احسن من التاني. لو فرقنا عنهم يا اخواتي بيكرهوا بعض وما بيكبروا على الكره وعلى الانانيه. فلازم كله يبقى زي بعض. بحبكم ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وسبسكرايب وتقولوا لنا نعمل لكم فيديوهات جديده كتير. قولوا لنا عايزين فيديوهات ايه واحنا نعملها لكم. بحبكم. لو عايزين فيديوهات تانية اكتبوا لنا في الكومنتات.